شبح العجلتين. شبح العجلتين ده حكاية رهيبة جدا يعني. كنت على الأوتوستراد وكنت ماشي وعلى شمالي نادي السكة كده، والميكروباصات اللي هي بتبقى على اليمين اللي هو انت جاي من مدينة نصر كده. المهم فهو انا ماشي في امانة الله، الدنيا زحمة طبيعي، فأتوبيس جاي جنبي من على الشمال وعربية جاية من على اليمين. فطبعا ببص كده على الشمال كده اهوت، عشان المسافة اللي بيني وبين الأتوبيس وأعرف أعدي، وأبص على اليمين على العربية. ف يا دوب بصيت على الشمال وبعد كده بصيت على اليمين وبعد كده رحت ايه، مكمل ومعدي الاتوبيس الحمد لله من غير ما يحصل لي حاجه. لقيت واحد بقى جاي جنبي: ايه يا عم انت ماشي لوحدك في الشارع؟ شبح كده، بيتكلم بطريقه شبحانه يعني، وايه وراكب موتوسيكل. طبعا انا بالنسبه لي عادي كنت بركب موتوسيكل، واعرف ناس كتير جدا عندهم موتوسيكلات، صحابي واهلي عندهم موتوسيكلات. بس الباشا مش فاهم ان هو شبح. يعني ايه شبح؟ يعني انا ماشي عادي، بصيت على الشمال فما شفتوش، ما كانش موجود. وبصيت على اليمين، في لحظة بعد ما عديت ظهر. كنت انا اوريدي خلاص امنت يميني ومشيت، فانت طلعت فجأة من لا شيء، فرحت جاي جنبه ورحت موطي عليه كده وقلت له كان ربنا هديني الحمد لله. قلت له هو بس انت شبح؟ قال لي إيه؟ قلت له انت ظهرت مره واحده، انا كنت لسه بعدي من جنب الاتوبيس، مفيش مسافه بيني وبينه، انت جيت منين؟ فانت شبح يعني، انت بتظهر مره واحده، ما ينفعش كده يعني، خد بالك. لان في الاول وفي الاخر انت يعني، مش هقول لك، انا ابويا كان دايما يقول لي انتوا راكبين هوا، يعني الكاوتش ده هوا، فانت ماشي على هوا. لا انا مش هقول لك بقى كلمه ابويا، انت حضرتك ماشي في الهوا. يعني انا في حاجات بتحميني، باب واكسدام وبتاع ومش عارف ايه، لكن حضرتك ماشي في الهوا خالص، ماشي في الهوا خالص. وفجاه بتظهر للناس كده، تاخد غرزه وتطلع، انا مش عارف انت طلعت منين. انت لما طلعت مره واحده كده يعني، كنت فاكر ان انت هتتزنق ما بين الاتوبيس والعربيه. طب انا اصلا لسه باصص شمال عشان اخد بالي، ما لقيتكش. فيعني رسالتي ليك بجد والله العظيم، انا قلتها له كده لقيته راح سكت وخد نفسه ومشي. فرسالتي لكل شبح من الاشباح بتوع العجلتين، اللي هم الناس اللي بتركب الموتوسيكل بشكل خاطئ. الناس اللي بتركب موتوسيكل بشكل خاطئ دي، سواء كان هو بيشتغل، سواء كان وسيله مواصلاته، خد بالك وانت بتركب الموتوسيكل بتاع حضرتك، وانت ماشي في الطريق، ان انت مش ماشي لوحدك. خاف على جسمك رقم واحد، وخاف على الناس ما تطلع لهمش بمره واحده كده وتتوقع منهم ان هم يلحقوا يردوا رد فعل سريع. ف دي كانت حكايه شبح العجلتين. وان شاء الله يومكم سعيد، واتمنى تكون رسالتي واضحه وسهله وبسيطه.